والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفرج بها عن الأمة همومها، وتكشف بها عنها همومها، وتحل مشاكلها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الرحمة الخالصة والرحمة الشاملة والرحمة المخرجة للبشرية من الظلمات إلى النور يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. دائما يثار الحديث حول مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأقول في البداية إن المشكلة ليس في عدم وجود الأدلة، بل هي كثيرة، ولكن المشكلة في النظر إلى هذه الأدلة، في تنزيل هذه الأدلة، والمشكلة الثانية في كيفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كيفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أقول بأن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو إظهار للفرح، وإظهار الفرح لا يكون إلا بما يرضي الله ورسوله. فكل عمل فيه قربة إلى الله عز وجل من ذكر أو مذاكرة أو تناول لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته أو إطعام أو تلاوة القرآن الكريم أو كل عمل مشروع شرعه الإسلام يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فهو تعبير عن الفرح، تعبير عن الفرح. وكل عمل يخالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو في الحقيقة ابتعاد عن الله عز وجل، وإذاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم احترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم احترام لصاحب هذا المقام وصاحب هذه المناسبات. وربما هذا قد يضل البعض ويذهب إلى تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. هناك من ينظر إلى بعض الأفعال التي يقوم بها الناس الذين يدعون أنهم يحتفلون بحبيب الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقومون بأفعال منكرات في هذه المناسبة لا تليق بصاحب المقام. فهنا هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال فالاحتفال بالمولد النبوي الشريف حرام في حقهم، ليس حراما لذاته كما يقول الأصوليون، وإنما حرام لما اقترن به من الأفعال التي لا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد رأيت بأم عيني في بعض الزوايا كيف يحتفل بعيد المولد النبوي الشريف. هناك أمور ترتكب يستحي الإنسان من ذكرها في هذا المقام، فهذا أمر لا يجوز شرعا، وليس احتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إذاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد توعد الله عز وجل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعذاب الشديد وبالعذاب الأليم. أما في تأصيل المولد النبوي الشريف فأقول إن هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، إما تشير صراحة أو
أو عن طريق التأويل إلى الاحتفال وجواز الاحتفال ومندوبية ومطلوبية الاحتفال بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكي لا أطيل عليكم ولأفسح المجال لمن يتحدث بعدي في هذه المناسبة الكريمة، فإني سوف أقتصر على دليل واحد من الكتاب، ودليل واحد من السنة، ودليل واحد من فتاوى العلماء الأجلاء. أما من الكتاب، من كتاب الله عز وجل، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وتفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ببساطة طلب منا الاحتفال، الفرح، ليس الاحتفال وإنما الفرح، والفرح هو أكثر من الاحتفال، ولا يكون التعبير على الفرح إلا بالاحتفال. إذا لم يكن هناك احتفال فليس هناك فرح. كيف نعبر عن الفرح؟ إذا كانت لدينا جنازة نعبر عن الحزن بالبكاء، وإذا كان لدينا عرس فإننا نعبر عن فرحنا بالغناء المشروع وبضرب الدفوف وكل ما يبين الفرح في إطار الكتاب والسنة. أليس هذا هو الفرح؟ أفي هذا شك؟ فالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نفرح. بماذا نفرح؟ بأمرين في الآية الكريمة: الأول فضل الله عز وجل، والثاني رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن ما هي هذه الرحمة التي نفرح بها؟ رحمات الله كثيرة واسعة، ولكن أوسع رحمة وأشمل رحمة وأعظم رحمة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والآية هذه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تتمحور حول معنيين اثنين عظيمين. المحور الأول هو أن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة، معناه بأنها تصيب جميع الأبواب، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. رحمة للعالمين، حينما نقول الحمد لله رب العالمين فالمقصود بالعالمين هو كل ما سوى الله عز وجل. إذن هذه الرحمة رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعت العالمين. ثم إلا معناه هو الخلوص، معناه باللي رحمة خالصة، والشيء الخالص هو لا يشوبه شيء. الرحمة هي التي لا يشوبها شيء من العذاب، يعني رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رحمة خالصة. هذين المعنيين تتمحور حولهما هذه الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمته كما أورد ذلك أصحاب السير فيما صح عنهم بأن الكافر قد يستفيد بفرحه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو جهل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفونه وتعرفون ما أنزل فيه من القرآن. قال فيه الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبا لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك في كفره ولا شك في دخوله النار، نعوذ بالله منها. ولكن مع ذلك يعني ثبت أن الله سبحانه وتعالى يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين لفرحه بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيروى في السير أن جاريته ثويبية لما أخبرته بمولده صلى الله عليه وسلم فرح وطار فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان فرح هذا سببا لا نقول، لكي لا يعترض علينا أحد، وهذا أمر الله يفعل ما يشاء، لا نقول بأنه ينجو من النار، فالكلام كلام الله سبحانه وتعالى لا مبدل، ولكن يخفف عنه. والله عز وجل إذا أراد أن يخفف عن كافر فذلك أمره، وهو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
أما هذا فيما يخص الرحمة. أما الفضل الذي أنزل عليه وأمرنا أن نفرح به في هذه الآية هو ما أنزل على رسول صلى الله عليه وسلم، الهدي الذي أنزله على رسول صلى الله عليه وسلم، إنه القرآن الكريم، وإنه السنة المطهرة، وإنه عطرته النبوية الشريفة. فهذا هو الفضل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فضل عام وشامل كذلك، وبه تنجو البشرية وتقف. لن يحل مشاكل البشرية حاضرا ومستقبلا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جميع الأنظمة وجميع النظريات وجميع سوف تصطدم بالواقع، لأنها تذهب يعني تؤيد العقل وتقدسه وتبتعد عن الوحي. ونحن نعلم أن العقل له حدود، وأنه لا بد من الوحي في سيرة الإنسان في هذه الحياة الدنيا. وحينما عظموا العقل وبشروه وقدسوه وابتعدوا عن الوحي وهو الفضل الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع ما وقع مما ترون في أحوال العالم، ولا مخلص للبشرية إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفضل. إذن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالفرح بشيئين: برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة، وبالفضل الذي أنزل عليه. فهنا عيدين: عيد يتضمن عيدان، عيد برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا له من عيد. وإذا كان كما قال أخي سابقا هؤلاء يتبع المسيح الحواريون يسألون نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام ويقولون له كما جاء في محكم التنزيل: ادعو لنا ربك. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ربنا مائدة من السماء؟ يعني هم لم يطلبوا هل يستطيع، يعني فيها نوع من سوء الأدب. ولذلك قال لهم عيسى عليه الصلاة والسلام قال لهم: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ومع ذلك استجاب لهم عيسى عليه الصلاة والسلام وأنزل عليهم مائدة كما قالوا: لتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منه. يعني فأصبح نزول المائدة من السماء هو عيد. فكيف لا نحتفل نحن بمطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف لا نفرح بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسالة الخاتمة، الرسالة الجامعة، الكتاب الخالد، المعجزة الخالدة التي لا ينتهي إعجازها، النبي الذي لا نبي بعده، النبي الذي لا نبي قبله ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. والأحاديث صريحة في هذا المقام. فإذا كيف لا نفرح به؟ ولكنهم لم يعرفوا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك فهم يشككون في الاحتفال بالرسول. وإني أقول والله إني أحس بأنه لسوء الأدب أن يتجادل المسلمون في جواز أو عدم جواز الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم، كأننا نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آتانا به من فضل وخير هل نحتفل بمولدك يا رسول الله؟ أليس في هذا سوء أدب؟ إذن سأمضي إلى الدليل الثاني، وهو دليل واحد، لأن الأدلة في القرآن الكريم كثيرة. في السنة المطهرة لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامه اليوم الاثنين أجاب: يوم ولدت فيه وفيه أنزل عليه. فيه ولدت وفيه أنزل عليه. وسبحان الله إن هذا الحديث يتطابق تطابقا تاما 100% مع الآية التي أتيت بها قبل قليل: يوم ولدت فيه. وهذا إشارة إلى تعظيم عظمه هو نفسه صلى الله عليه وسلم وخلده بشكر الله والفرح بالصيام. فكيف لا نتبعه صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأولى. والثانية يوم فيه أنزل عليه، معناه تخليد حتى اليوم الذي أنزل عليه فيه القرآن، وهو متطابق مع ما ورد في الآية: فبفضل الله وبرحمته فبذلك
فليفرحوا. يعني الحديث صريح وواضح ولا يحتاج إلى تأويل. ثم نرجع إلى العلماء العاملين. العلماء أفتوا بجواز وبمطلوبية وبمندوبية الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما أفتى به ابن الجوزي رحمه الله، وما أفتى به ابن تيمية، وما أفتى به الإمام الشافعي، وما أفتى به الحفاظ كالسخاوي وغيره والعراقي وغيره من العلماء الأجلاء. إذن يعني هل نحن أو هؤلاء الذين يشككون في كل ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل هؤلاء يفقهون الدين أكثر مما فقه هؤلاء؟ والله إن هذا عيب وعار. فإني سوف أورد هنا يعني باختصار فقط على سبيل المثال لا على سبيل الحصر الفتاوى. يقول ابن تيمية رحمه الله: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصد وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم هذا الناس سبحان الله لما نتكلم عن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يعظم رسول الله لا يعظم الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال لتعزروه ولتوقروه ولتسبحوه بكرة وأصيلا. أمر الله سبحانه وتعالى بنصرته وتعزيره وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس حينما تتكلم لهم عن مقام رسول الله وعن تعظيمه يقولون لنا بأنكم تقدسون رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ما أعجب هذا الأمر، لأنهم لا يفرقون بين النبي ولا يفرقون بين النبوة وبين الألوهية والربوبية، وما يقتضيه كل حق من هذه الحقوق. للربوبية حقوق، وللنبي حقوق، وللولي حقوق، وللمؤمن حقوق، وللمسلم حقوق. يجب أن نعرف هذه الحقوق. إذن وهنا الإشارة اتخاذه موسما وتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ماشي كل الناس، ويكون له فيه أجر عظيم معناه قربة إلى الله عز وجل، ولكن بحسن قصد وتعظيمه رسول الله. ليس كما قلت لكم ترتكب المنكرات. بهذه المناسبة قلت إنني أحتفل بالمولد النبوي، إننا نبرأ إلى الناس من هؤلاء، نعوذ بالله من هذا الفعل. ثم يقول ابن حجر الهيثمي الحافظ المعروف، يعني صاحب كتاب الفتح الذي قال فيه العلماء لا هجرة بعد الفتح، معناه لا هجرة لكتاب في تفسير حديث رسول الله بعد الفتح، وهو فتح الباري. يقول: والحاصل بعد كلام طويل، والحاصل أن البدعة الحسنة متفق على ندبها وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك، أي بدعة حسنة. بدعة حسنة، الكلام واضح. وقال ابن الجوزي رحمه الله: من خواصه يعني الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمان في ذلك العام وبشرى عاجلة بليل المغية والمرام. سبحان الله، حتى إذا أردنا أن ينفس الله عنا كربنا ويفتح علينا فلنحتفل برسول الله ونعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الفتاوى يعني لا أثير عليكم، يعني فتوى أخرى للإمام السيوطي الحافظ المعروف رضي الله عنه ورحمه الله: المولد هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف صلى الله عليه وسلم. إذن تلاحظون أن هذه الفتاوى كلها تشير إلى تعظيم رسول الله. إذا لم يكن تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبات فهو ليس قرب إلى الله وليس هو احتفال، بل هو يعني يبعدنا عن الله ويدخلنا في سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنا أتيتكم بهذه الفتاوى لهؤلاء العلماء معروفون، علماء عاملون، كان له فضل على الأمة. ما يجيش يناقش واحد يقول لك بلي هذا معروفين. هل أنت أفقه من هؤلاء العلماء؟ وإن كان لك عالم تتخذه فقيها أو تعتمد على فتواه
فلا تستهزئ بهؤلاء العلماء، وهؤلاء على سبيل الحصر فقط، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. أما الفتاوي كثيرة جدا، والعلماء المعاصرون إلا قلة قليلة هي التي تناقشهم، كلهم يؤيدون الاحتفال، تقريبا مجمعون على مندوبية ومطلوبية الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا بالنسبة للمجيزين للاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك من يبقى المعارضون للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. ما دليلهم؟ قد تتعجبون، لا دليل لهم، ليس لهم دليل واحد يمنع أو لا يجيز الاحتفال بالمولد النبوي. والدليل الوحيد الذي عندهم هو كل بدعة ضلالة. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ننكره، ولكن كل بدعة ضلالة هو كلام عام يحتاج إلى تخصيص، كما يقول الأصوليون حينما قال الله سبحانه وتعالى أمر بقطع يد السارق، جاءت السنة وحددت من أين تقطع يد السارق. واش من هنا أم من هنا أم من هنا؟ حددت بأن اليد تقطع من هنا، السنة. يعني القرآن هنا كان مجمل، وجاءت السنة وفسرته وقيدته. فهذا الكلام من رسول الله كل بدعة ضالة، يعني كلام عام. وإلا كيف نجمع بينه وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في معنى الحديث المشهور الذي رواه كثرة من الحفاظ، لا داعي لذكرهم هنا كلهم. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فله وزرها وزر ما إلى غير ذلك. حديث معروف كلكم تعرفونه ويعرفه، يعني القاسي والداني. إذا كيف نجمع بين الحديثين؟ كل بدعة ضالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. معناه بأن ليس كل ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بدعة حرام وسيئة، بل ما كان يوافق الشرع فهو بدعة حسنة. ومن كان يخالف الشرع فهو بدعة سيئة. وهنا تستوي البدعة والسنة. يعني إذا اجتمع في الحسن الشرعي أو في عدم مصادمة للدين فيعتبر البدعة تساوي السنة. أما إذا كانت البدعة تصادم الدين بأن تخالف أثرا أو تخالف إجماعا أو تخالف آية من القرآن الكريم أو غير ذلك فهي بدعة سيئة بدون شك. ودليلنا على هذا أن العلماء الذين فهموا الشرع انطلاقا من مقاصده وروحه هم الذين أفتوا بأن هناك البدعة الحسنة والبدعة السيئة. فإذا هؤلاء الناس الذين يقولون كل ما أحدث بعد رسول فهو بدعة، يعني لو اتبعناهم في رأيهم هذا لتوقف الإسلام باكرا، لتوقف عند جمع القرآن حينما استحروا القتل بحفاظ الأمة من الصحابة. فأجاء عمر يبتعد إلى خليفة رسول الله أبو بكر الصديق وقال له يا عمر يا خليفة رسول الله إن القتل قد استحر بحفظة القرآن الكريم، فلنجمع القرآن. ماذا كان موقفه أبو بكر الصديق؟ لكي نعلم أنهم كانوا يفرقون بين البدع الحسن والبدع. توقف وقال له كيف أقوم بفعل لم يقم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ باش هاد الناس نجبدوا المسلمين مزيان ما يقولناش بأن توقف وبدأ يستخير الله عز وجل كما يحدث عن نفسه حتى شرح الله صدره لما شرح إليه صدر عمر فأمر بجمع القرآن وجمع القرآن. ماذا كان يقع للأمة لو لم يجمع القرآن؟ لو كان هؤلاء موجودون ويقولون إن هذا فعل لم يفعله رسول الله، ماذا كان يقع للأمة؟
والآن ماذا يقع للأمة؟ لهؤلاء الناس الذين يهدمون السنن الحميدة التي سنها العلماء كقراءة القرآن جماعة الحزب الصباح والمساء، هذا عمل يحفظ الله به البلاد، نتعلم منهم. مثلا عبد ربه قرأت في المدرسة، لا أعرف قراءة القرآن، لولا حضوري في هذه الجلسات يعني الحزب ديال الصباح والمساء لما تعلمت قراءة القرآن. وهؤلاء حتى هم عمرهم ما يقرأوا القرآن. ثم بعد ذلك لولا التحسينات والخدمات التي تقدم بها العلماء الأجلاء لكتاب الله لما استطاعوا أن يقرأوا كلام الله. لم يكن لكلام الله رسم، ولم يكن له شكل، ولم يكن له كل هذه التحسينات، ولا يكن له كل هذا التقصير. لولا هم لم استطعنا نحن أصحاب المدارس الذين قرأنا اللغة العربية أن نقرأ القرآن، فما أدراك بالأعاجم. إذن ماذا كان يقع للأمة؟ ماذا كان يقع للأمة لو لم يجمعوا ولم يدونوا الحديث النبوي الشريف؟ وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة غير القرآن الكريم، نهى نهيا صريحا لا تكتبوا غير القرآن الكريم. ولكن فهم الصحابة روح الشرع العلماء من بعد، وانتشروا في الأمصار يجمعون حديث الرسول ويقسمونه إلى صحيح وحسن وضعيف، فكفى الله سبحانه وتعالى شر الوضاعين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو استطردت في ذكر ما أحدثه ليس الصحابة فقط، العلماء على مر العصور ولا زالوا يحدثون، لكان يقع للأمة شر كبير. ماذا يقول هؤلاء؟ عمر رضي الله عنه لو أنهم فقهوا المنهج العمري، منهج عمر رضي الله عنه الذي طلب بجمع القرآن، هو كذلك يوقف آية كريمة ويمنع إعطاء المؤلفة قلوبهم من خزينة بيت المال من الزكاة، فقال لهم اذهبوا لقد كنا نعطيكم لما كان الإسلام ضعيفا، كنا نؤلف قلوبكم لكي نحارب الدعوة الإسلامية. أما الآن وقد تقوى الإسلام فلا حق لكم، اذهبوا لتعملوا. ماذا نقول؟ ماذا يقول هؤلاء؟ يقولون إن عمر أوقف، ماشي حديث، آية كريمة أوقفها، ولكن هو في الحقيقة لم يوقفها، عامل بها، لأن عمر نظر إلى روح الشرع ليس إلى ظاهر الشرع. الظاهر يقول أعطيهم، ولكن روح الشرع ماذا يقول؟ يقول هذا أمر شرع لماذا؟ لأي مقصد؟ لحماية الدعوة الإسلامية. أما الآن وقد انتشر الإسلام بقوة فعليهم بالعمل كباقي الناس ولن يأخذوا من مال المسلمين شيئا. ماذا يقول هؤلاء الناس؟ ولكي لا أطيل عليكم فهذا كلام طويل، ونحن يجب علينا بالعكس أن نسن السنن الحميدة التي تخدم دين الله، والتي تخدم أمتنا، والتي تخدم وطننا، كل هذه سنن محمودة. إذا ننظر إلى المقاصد، يا ليتهم يقرؤون علم المقاصد، يا ليتهم يقرؤون علم المقاصد ليفهموا روح الدين. وهنا أقتصر كذلك على شيء قليل من الفتاوي في قضية البدعة، باش ما يبقاوش هذو يبغوا يغلقوا علينا، باغيين يقتلونا، باغيين يردوا لنا الدين كأنه بغات تخرج لنا هذا كي هذا أصحابي كالنجوم، كالنجوم بأي اقتديتم هديتم. يعني ليس في ديننا تقليد، ما كاينش تقليد هذا ديالك هذا ديالك هذا، كاين الفهم للإسلام. ورانا ما عندك باش فهمت القرآن، ماذا حوارك مع القرآن؟ ماذا أعطاك؟ فهمك لسوف ماذا أعطاك؟ ونقلدوا فلان حرم صافي حرام، فلان بدعة صافي بدعة. لا، هذا منهج يمقته الشرع. ماذا يقول العلماء في البدعة؟ اكتفي بقولين اثنين فقط، لأن الفتاوى كذلك كثيرة في هذا الأمر، للتبيان فقط، لكي نطمئن قلوب المؤمنين الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أحدث وخالف كتابا أو سنة، سمعوا، ما أحدث يعني ما ابتدع وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة.
وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو نحن. هذا يفهم كتاب الشافعي. شكون هو الشافعي؟ الشافعي هو الذي ألف كتاب الرسالة في أصول الفقه الذي هو فلسفة الفقه. فلسفة الفقه لا يستطيع الفقيه أن يفتي إذا لم يكن لديه علم أصول الفقه، لأنه هو روح الفقه وأصول الفقه، القواعد التي يعتمد عليها في استنباط أي فتوى. ما عندكش هذه القواعد لا تستطيع الإفتاء. يعني هذا الروح ديال الفقه الإسلامي، وهو هو الذي ألف كتاب الرسالة، هو أول من دون أصول الفقه، وهو الذي جاء بكتاب الأم في الفقه. يعني كأنهم يفقهون أكثر من الإمام الشافعي رضي الله عنه. وهنا تلاحظون بأن في الأذهان يعني ما أحدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يخالف كتابه. ما تجديش واحد البدعة مخالفة للكتاب باينة واضحة وتقول لي باللي بدعة حسنة أو سنة من سنة رسول أو إجماعا أو أثر فهو البدعة، وما أحدث من الخير ولم يخالف شيء من ذلك فمولد النبي صلى الله عليه وسلم احتفال به. قولوا لي بربكم هل يخالف الكتاب؟ هل يخالف السنة؟ هل يخالف إجماع؟ هل يخالف أثر؟ لا شيء، إنما يخالف فهمهم للدين. ثم بعد ذلك قال الإمام النووي: البدعة في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه إحداث شيء لم يكن في عهد رسول الله بصفة عامة، ولكن يبيننا وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. ويدل على ذلك قول سيدنا عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. يعني تعرفوا بأن يعني في التراويح كانوا كل واحد يصلي وحده، فجاء عمر رضي الله عنه وجمعهم على إمام واحد وقال: نعمة هذا حديث صحيح، يعني رواه البخاري، فكان سماها بدعة. إذا علاش ما سماهاش؟ علاش سماها هو بدعة؟ ومع ذلك قال حسنة، معنى بدعة حسنة. واش يديروا هالشيء؟ يعني كيفاش فهموا فهم عمر؟ هو سماها بدعة ولكن قال حسنة. نحن نقول نعم المولد بدعة لم يقم به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقم به السلف، ونحن اليوم نقوم به ولكنه بدعة حسنة بكل بساطة. إذا لكي لا أطيل عليكم أقول لهؤلاء الذين يحتفلون بالمولد: هنيئا لنا ولكم، وتقبل الله منا ومنكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل احتفالنا هذا قربة. آمين. فمن أعظم القربات إلى الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا يعظم رسول الله لا يعظم الله ولا يعظم شرع الله، والذي لا يحب رسول الله لا يحب الله عز وجل، والذي لا يحب المؤمنين لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة خالصة. نقول لهم بأن البدعة العظيمة التي أحدثتموها، يعني هؤلاء العلماء يعني والصالحون أحدثوا هذه البدع. ما هي البدع؟ أنتم السنة التي أنتم اخترعتوها. واحد هو تبديع الأمة وتفسيق الأمة وتضليل الأمة وتكفير الأمة، مما نتج عنه الغلو في الدين والفتاوي باستباحة دماء المسلمين. نعم، هذا المنهج التشدد نعوذ بالله المتنطع هو الذي إلى نتائج خطيرة. يتشدوا حتى أفتى منهم من أفتى بقتل المسلمين واستباحة دمائهم. ولو استدرنا لو تكلمنا عما أحدثه هذا المنهج في العالم الآن يعني أمر خطير، لأن الإسلام الوسطي هو الذي يذهب بعيدا وهو الذي يصل إلى القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا بهذه المناسبة الكريمة، وأن يتقبل منا، وأن يبارك لنا في شيخنا. اللهم يا رب احفظه في صحته وفي أولاده وفي عائلته الصغيرة وفي عائلة أتباعه ومريده وفقرائه. اللهم يا ربي أدم عليه الصحة والعافية، وزده من علومك، وزده من أنوارك، وزده من أسرارك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب أتبعنا علينا هذا المولد وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات. اللهم يا رب اكفنا شر الأعداء اللي هم من المسلمين، فهم أخطر على الإسلام
من غير المسلمين، نعوذ بالله. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا وأنت راض عنا. وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.